كلنا طبعا شفنا البطل ياسين. الموضوع مهم وخطير جدا، وكلنا طبعا عرفنا قصته وايه اللي حصل معاه. هنقول كلمتين مهمين، صلي على سيدنا النبي وشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد. من الواجب والمهم جدا انك توعي اولادك وتوعي اولادك وتقول لهم في مناطق محظوره. اوعى حد يعمل فيكم حاجه، اوعى حد يقول لك مش عارف ايه، اوعى حد يقول لك كان لازم يفهموا الولد والبنت، مش البنت بس، ان جسمك غالي عليك. اوعى حد يعمل فيك حاجه، صوتي صرخي. لازم نبقى مفهمين ولادنا ونعلم ولادنا ان هم ما يخبوش علينا حاجه ابدا مهما كانت الاسباب، مهما كان الامر شديد، عشان نعودهم على الصراحه. ونصاحب اطفالنا يبقى اصدقاء لينا، مش اطفال مش ولادنا، لا اصدقاء. حصل معاك النهارده يا حبيبي احكي لي، لكن ان انا ممكن اسيب ابني بعد كده يتعرض لحاجه، او ان هو مثلا الدنيا تتبهدل وبعد كده لا. فلازم مهم جدا خلي بالك من اولادك، كل راعي مسؤول عن رعيته. خلي بالك من اولادك الولد والبنت، نبهها عليهم، تابعيهم يوم بيوم. ايه اللي حصل معاك النهارده؟ عملت ايه؟ خدت ايه؟ حد عمل حاجه؟ حد قال لك حاجه؟ نبقى فاهمين عشان ما نتعرضش لاذى ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. وربنا يلطف بينا، من الذئاب البشريه في ناس كتير ضلت. واسال الله العظيم ان يهدينا جميعا ويحفظ اولادنا واولادكم. ولو وصلت لحد هنا صلي على سيدنا النبي.